يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني. أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تمامتي سر درس آداب طالب العلم، جاشتنا صفحة 147. نصائح وجوهها لمن وفقه الله تعالى للخطابة أو الوعظ. عندك نصيحات وتوجيهات ودي پیشکش کم بویه رب العالمین توفیق قوی دای و خطبه بخینید یانشی وعظ الخلق بکد. نقطه ای که اجعل نصب عينيك عامة الناس فهم الأحق والأولى بخطابك ومواعظك. اسبك ويكي مروف خطبه يانشي وعظ الخلق بکد و تو اهتمام بتر ده جانب عوامه، يعني أو أحق ترن أولاد ترن كتنصيحات الوانا بكي خواصة. ومتى راعيت نخبهم وخواصهم ومحبيك وطلابك أدى بك ذلك إلى عدة محاذير. هرگاه بگه تا رعایه اهتمام پتر دوانا اوید نخبت نافدا اوید شارزا پیچکه یان خواصت تا یانش طالبت تا هندک تشت نباشته پیوین هندک محاذير. وكي تشتي الأول التكلف في اختيار الألفاظ. تمجبور الهندك لفظات جاري هندك كلمة وبيفان وبتا تكليفية تكلفة وتصنع السجع والمواضع التي تناسب مستواهم هم دون الأعم الأغلب من العامة ونحوهم. جو تمجبوري هندك جملة بدا بارك سجع بكات نفدا وزن قافية بكات نفدا يت مناسبند جلوانا و او مقابل عام دي خلقي كامن بمعنى بت اهتمامات ده بتر بعوامه بيت اگر نه ده تبخد تكلف الخكي. يدوى حرمان العامة مما ينفعهم من المواعظ ومعالجة القضايا الاجتماعية لأنك انشغلت بما يهم خواصك، فهم يراغبون الحديث عن الجديد والغريب كالسياسة والإغراق في الواقع ولا ينفعهم ذلك في دينهم ولا دنياهم. مروفة عوام اشتين قد محروم بن اشقالك فوائدا بوچه چونگو تهدیمام یاده جانب اگیبتنی جانب دید اهمال کری اوه بتسبب اوت محروم بن او حس كان تشتيني هابت جديد هابن داخلي نف اخبار بنو اف مشكلة سياسي نزا چوا تاجي توجيه وانا نكر تشتش يا باشد وموقفت هني داتو بكي تو ما بخواص و بمعنى تشف فايدة نگهان دعواما. ياسي فساد النية ان يتمرو بشي بتك تشيت فبدل من ان تكون خالصة لوجه الله اصبحت منشوبة بمراعاة الخاصة ومحبيك. شنوكو ان يدتا يا خاص برب العالمين بيت دولتن که هندك رياء تاكريات نفدش بر خواصة تبون تخفي والنظر إلى ما يعجبهم ويرضيهم تدسع كي كده تشاو برازي بن شوا داو بي معجبا تدش بروانا وكي إذا أبدي والتكت كتنجبر رب العالمين. فحينما ترى إعجاب الناس بخطبك وتسابقهم إلى حضورها والاستماع إليها لا شك أنك ستراعيهم وتخطب بما يرضيهم. اكيد تبيني خلق يمعجب بخطبته انشي لازلت كان جهدارياتب كان بشك تود مراعاة وانا كي و تود تشتغص بشي وانا راضي كي. وحينها ينزع الله تعالى منك البركة والقبول والنفع والفائدة. قالوا رب العالمين بركات اشتراكت چون تو تشتيناك ايش برب العالمين توبات كي دخلكيش خو راضي كي. والواجب عليك أن تخطب والعامة أهم أهدافك فهم الذين بأمس الحاجة إلى عملك وهم الذين لن يسمعوا غالبا إلا منك. أما طلاب العلم فإن لم يستمعوا إليك يستمعوا من غيرك. بمعنى يوجب السروي يبعضاء خلقي بكاد ينجي خطابة بونا وخينيتا بيت هدفه يا أساسي عوام بيت
اهتمام بدات عوامه چونكو او يبتر محتاجي هندنا اما خواص والطالب تقول خلنا دنا چونكو خدنا كدي او دخل في طريقه كابن بس عوام شبكن او نظن بل إن بعضهم يستمع استماع ناقد ومدقق بخلاف العامة فهم يستمعون استماع متلهف منقاد فأي الفريقين أحق بالاهتمام والعناية اگه عام گوی خوب دادتا او محاوله کرد بخو فایدهش تبینی بس اگه طالب علم بید احتمال دل برطراسی تن الدقيقة السرطة الكيلة تخلق الكتارخنا السرطة بمحنا اهتمام ده بتر فيب عوامة بتنا الطلبة ولا يعني اهتمام الخطيب بنفع العامة أن لا يتطرق لمسائل مهمة قد تكون فوق مستوى كثير منهم والتي يستفيد منها بعض المتخصصين كطلاب العلم أو المسؤولين ونحوهم. نعم أختج أواجي وأما وعظ النصيحات وخطبة همي بعوامة بين طالب علم وهم مالكي أباجي وخالته بيت عندك مسائل نفس صحبات ذهابا أو تبجهن بتريع عوامة تناجهن بس أبنا بتا إشكال هر وقت بشتاده هكا صادق بيت حفته بلا بو عوامة بيت سيه صادق بلا بو يدي بنايت بشاكي شارازو بتجهشتي يادوه احذر من الاعجاب بمدح الناس لك فإن الناس إذا مدحوا أسرفوا وأنت تعلم بنفسك يعني أبي تشتغل باتشو خفضانا النقطة كي أبوك واهتمام بدع عوامة نقطة دوه هشار بي اعجاب تأتشنا بيت بمدحة خلقي چونكو خلق وكي مدحات كان مروفيش مرتبه مروفي بلنتر ليت كان او چه بيت وقال ما جي چه بيت قال قالك شوي چه بيتن وكي هيك بيت مدحة تبكت عامية دو كلمة يشتغل بو انت قوية تقول تنياشي وكادو چه عالمي دهت يعني مرتبته بلند كتن يعني فوق منزلتك يعني بتري أول درس تفسير حاضر بوين منا فضل رب العالمين خود بركته يا خستيه وبرين جاء من رفق التحذير كاد بيجي اللي قريت تفسير الخجامع كي تماما دلدف حكوم كي احتمال الجلا جهاد جارد بيشن تبشوق نابشي كاد دف مجارة قلت سيد أنا قلت متقرام تفسير وهمش بره وناس مكتبه شامل ما بره يساعد اگر تو مینی هم مدح خلقی و نخوده برام گفته قرآن تفسیر وحی من نشبره مخوفت عالمه که کبار بیتن حتی قرآن تفسیر وحش بر بیتن ما همه جاره که مجان گفت بونو منه مبادئ سرکو مش بره والحاصل يعني الشاري مدح خلقی با سعی که وقت مدحات کن تش مرتبه بلندتر لیکن تنوه لنا المرتبه وبخده مروف خط نياصي كمروف شماله قال ابن الجوزي رحمه الله والمحنة العظمى مدايح العوام فكم غرت دي مشكلة مظن مدحت عوامنا بوين سبب هند مروف غرور بوي فكم غرت كانت مروف بسر دابرينا ياسي أسمعهم ما ينفعهم في دينهم أو دنياهم وقت تبو خلق طاوي خطبة بتا موعظة بيت تشتكي وصا بيجا فايدة الدنيا وان دين وناطي دابيت واسأل نفسك أثناء الكتابة وبسيارة نفسه خوب که وقتی تو نوشتی ماذا سيستفيد الناس أو الناس في دينهم وأخلاقهم إذا خرجوا من المسجد أو قرأوا المقال الذي كتبته دي خلق چه فايدة يجيبينا فيتش تتابو أنا قوتي شنحي أخلاقي وتديني و هكش مزقفت در كفتن يانش أف مقالة تبالاف كري دي چه فايدة يجيبينا ماذا سيستفيد الناس من الكلام في السياسة مثلا أو الإكثار من الحديث عن مآسي المسلمين ومصابهم دي خليك چه فايدة شبين بونو مناكة تبحث السياسة بكي يعني تبحث والمصيبات بكي مآسي وخما أي بسر بسرمانة داتين دي چه فايدة شبين اگر فايدة إدانة بيت نش حكمة تبيشي نقطة شارة احرص على كتب الأدب والبلاغة والشعر مرفي حريص بيتن خاصة بتا خطيب كتابة أدبي وبلاغة وشعري وبخينيت فإن الخطيب أحوج ما يكون إليها چونكو خطيب قالك محتاج فانتشت هنيا قال ابن الجوزي رحمه الله والواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه ودي أوعظ الخلقي بكات
ويت محاولة بكتنش يعني حقيقة خلت نبيت حقيقة بيشتن وانتش تبو عوامو نبيش تولد بنا مشكلة بالعكس بتشلي بكتن تشتاك وصا بيشتن اوانا بخوة جريد بألطف وجهك شوقي باللائق وهذا يحتاج إلى الصناعة وهنيش محتاج صناعية تكلفة محتاج لجريان أو خاندنة فإن من العوامل من يعجبه حسن اللفظ هندكش عوامل هاي اگر تو كلمة جان بيجي دي بمعجب بيت ومنهم من يعجبه الإشارة هندكش هوناش اگر تو تشتي إشارتك بداية دي بتر كيفوي بيتن ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر هندكش هوناش بيتك وشعر دي عجاب وشبيت وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ويشهمية بتر محتاجي هندكو بلاغة دا إشارة زغبيت أفنا خجون تازه بجاين تأويه وعظ الخلقي بكت ليجمع مطالبهم أي العوام دا مطالبت وانا تركت إيكا هاي بيتك شعري إيكا هاي بأفناك جان إيكا هاي بيوك قوي هاري كش وانا بتشتكي فيت مروفي خطيفات اشترخوا جمع كت نقطة بينجي يحذر من الإطالة في الخطبة الشعر بخطبة دريش ناكي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها وكذلك فعل أصحابه ومن جاء بعده پیغمبر عليه الصلاة والسلام خطبة كورتت كرن وصحاباجي أبا طريق ونبو قيل لإياس بن معاوية ما فيك عيب إلا كثرة الكلام إياس بن معاوية اكش تابعي أبو بابي معاوية بن قرة أوكي رب العالمين أفكر هندا إياس أي صحابة جامع كرن وده صحابة رب العالمين كراكي دائما أتحس كمين هميل داف من جامع بن يعني كون بن وهذه دعاء كم هم بون بيشن آمين أوش قلت بلا هيك شوان دعاء قرة بنو يعني معاوية بنو قرة كيرين بكرة خو إياس يعني شني خد داي ورب العالمين عقلك يبدأته جرب بيشن عقلك تازه ويجان اجدعات كان صحابوش قلت آمين ولما بيشن عاقل ترين مروف إياس بن معاوية لكن ترجمه يبخيني دي تشتر عجب تدابيني جالك عجبه وهيك كتابك وصل جامعة كيريا كورتاشي يعني كر عربية اكي بزانيتن سربخينيتن دي جالا فايدة شبينيتن وجا صحكي ما فيك عيب إلا كثرة الكلام اكي قلت اوي إياس بن معاوية قلت چا عيب الدفتين بس تو جالا طاخفي يعني يبالغ بو ويبدأ بأسمان بو قلت تو جالا طاخفي كواكي دي چا عيب عن دفتنا بني قال فتسمعون صوابا أو خطأ قلت باش أو تشتاد بشم يدرساني خلطة قوي بل صوابا قال فزيادة من الخير خير قلت أو تشتاد تدبيشي يدرسها قلت إيه أخواني خير تدبيشي خير همو باشا نفعك بخوباني أكبره قال الجاحظ مستدركا عليه جاحظي قلت وليس كما قال قلت نأنه صيوك يا بيشيتن يعني نعم تقال باخذ خير ده همو باشا نا يخربه فزيادة من وليس كما قال للكلام غاية وللنشاط السامعين نهاية ودي كلام غايتك هاي حاجات هدف خوب بيجهات خلاص ما يا زيادتر مش قصة يا وقبل جهداريش بودت كان اوناش نشاطك يا هاي الدست بيجي بشتنج فطور ده بوتشي بيت ملل بوتشي بو جهداري ناقد وما فضل عن المقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو الهذر ودي هكار شمقدارك وخليك محتاج بوري يعني تاقو تا جربش رسالة خو جهان تو زيادتر باخوي ولا بيت سر خلقيا جرام بيتم ملل بوشه چه بيتن وتبع عمل كلام باطله هذا يعني لغوة تكي وهو الخطر وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه أو تطويل أو حكماء كريدي بحث كري وما أجمل قول القائل قليل يوعى خير من كثير ينسى نعرفنا قول جانا قولي قليل يوعى كما قلت بيجي أي مقابل تيب جهيد چهتره و خیرتره تو گلگی باخویش بیر کد يعني بلا خطباته 10 دقیقه بید بس خلقی زانی که تا بحث فضل دست نویش گرد نکر تو دست میجا خوب بگیری 8 درجه بحث دبوتا وبن و تا بحث کر مروف مؤمن اهتمام دست نویش گردن و اف حیث هنه اما بتنه گرد احتمال او اسبوع خریال بیره
فرق ترابي بي بحث داس مش قرني بكي دوير بشي بحث نفيش بكي وبي بحث التحيات بكي وشي بحث الصلاة والملاء بكي وإلى آخره بربرسة بقولنا ظاني سيروا بنشنا. وقصر الخطبة فيه 3 فوائد نفيسة وكم قلنا خطبة يعني خطباتها كرد بيتن سي فايدة يعني جانو تازات ده. الأولى اتباع السنة پیامبر عليه الصلاة والسلام كخطبة كرد بيت. يدوي سهولة تحضير الخطبة يبصانها يجي تحاضر كي اگر تبزاني خطبتات كرتن چارگه که 20 دقیقه تو خلق طاغوي تو چیزی که کم کی جمع کی واقوال العلماء السابقين دي قالك بصانها بيت. وحصول الراحة النفسية عند تحضيرها امور نفسيا مرتاحة بيت وقت حاضرت كي واثناء القائها وبعد الفراغ منها وقت تو خلق البيش وبشتنجي وقت تو خلاصت بي چونكو كرتا تا تشتاقي باش جمع كري تا رسالة خوغان دا خلقي مروف بي مرتاحة بيت. ياسي التخفيف على المستمعين سار خلقيش ياسفكا فيكاد يتفق الناس جميعهم على الارتياح للذي يقصر خطبته ونفرط من يطيلها. يعني شد بيتم بتريا خلقي سار هندت متفقا وأبد خطبة بيت كرد من خوشتر شو خطبة بيت دريش من نگه خطبة دا 40 دقيقة 5 دقيقة بس يطاغوي 5 دقيقة ساعات اگه دو خلقي باخوي يسارو بنا ديك خالد كر. نقطة 6 تجنب الوحشي والغريب من الكلام والسجع فقد نهى عنه الشرع الحكيم والأدباء والبلغاء المعتبرون أو أخفنو لفظ خلق تناجهن يبزحمد بو خلقنا بيشا. يعني الشريعة يجي نهي الشندكري پیامبر علیه الصلاة والسلام چند جهاد بحث اندکریه اوه دوی خود تجدید کردن و بلیغ طاق بدون ذا شو کدادش بریئم و حکمایش بحث کرد تو را بی لفظه که بو خلقی بیجی تینا گهنه ما چه فایدت ده و هر وکی داش قصد آخفتی. قال إبراهيم بن المهدي لعبد الله بن صاعد كاتبه إياك وتتبع الوحشي من الكلام طمعا في نيل البلاغة. الشاي بديفون كلمانات أبد غريب أبد خلق تينا جهن دو بس بيش أما چند بليغة عندك لفظ استعمال كتن كاستنا قد إلا يك شرازة نبي فإن ذلك هو العي الأكبر بتهذا الجهل ما ظنه وأذا يعني والمروفيد كتكو جوف خلقي داتون ظاني باخوي يعني نبندك كلمة غريبيني. عليك بما سهل مع تجنبك الفاظ السفلي يعني تشتي سهل بخلقي بيشا وهالشاي بأوقف نت الطامق كريديت ده هاي وانا تستر من بري وتوعظادنا بيشين. وقال ابن رشيق إذا كانت اللفظة خشنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابي القح فتلك وحشية فكذلك إن وقعت غير موقعها وأتى بها مع ما ينافرها ولا يلائم شكلها. كنت أجاوب لفظة هنا هنتيا غريب بيت بس عالم تدجهن هاي شيء عربية كي تشولد أبتني تدجهيتن يهف لفظة هنا يعني غريبة بخلقي ناخوشة يا شيء أجر أف لفظة هنا یا درچی بیتن بس تا جه دا نگوت تا جایی که هو ساگوت یعنی تا جایی که هو ساگوت خلق جبرافن ولا يلائم شكلها أبا همي نجب الآخية أبا جهل مروفيا. وصدق القائل إن كان في العي آفات مقدرة ففي البلاغة آفات تساويها. عي هكا يكناشد باخفيتن وتي هكا يعني أبا الناس باخفيت آفات تدا هبن ودي جالك آفات توكي ويد بلاغ جدا هين جالك بليغة بجد عندك لفظ استعمال كد سر خلقي جرامي. يا حفتة اجتنب السرد المعتدل للخطبة بل اهتم بمستوى نبرات الصوت حسب الموضع اللائق به واعتني بالموقف المناسب. خطبات أنا سرد بيت تهم يبدأ ديفك يعني أما إك نمط دست بيقى خطبة حتى دموهية تبي راديونا أما ده شولي أما إك نمط نا نبرات الصوتي جاي كهاي حماسة ده هاي معقولين تو وكيكي باخوية خو موقف حماسة تمام موقف جدي هاي الزهدية ترابيش هم حماس بيشيش حد يبكي دار نهي لسر زهدة. وبالجملة كن حريصا على الاستفادة من كتب وأشرطة فن الإلقاء والخطابة. كتب عموما بخفايدة شوان تشتابينا وان كتابة وان يعني أشرطة تسجيلات أبد خطبة لو تدا
ومن لم يعتني بذلك سيكون أسلوبه ضعيفا وحديثه غير جاذب وغير مؤثر غالبا. أبي بانا كتن أسلوبي ده ضعيف بيتن وأسلوبي نه جذابة خليك حشناك. يا هشت الخوف لا سيما في البداية أمر طبيعي جدا، بل هو إيجابي يساعد على العناية بالخطبة والتعذير لها. ترس دست بگا خطبه وكي توشينيگا دست بد كي تشتكي طبيعية عادية ويت مروف بترسيت أصلا جو تو إماماتية بكي تو بانك دي تو خطبه بخيني تو بخلقي باخوي دست بگا وقت تو ترسية وتشتكي عادية طبيعية، بل قو تشتكي إيجابية دوالتك تو خطبه حاضر كي وتصور بكي اما ايك بيت خطبه بيشتو اما ابد چه ترسل دف پیدا نبيد اما ناترسيت اما ديش همج دف خواهوفيد بس افتر سالت مروفي ده ولا مروفي كات مروف تشتكي حاضر كات. لكن استمرار الخوف من كل خطبة ولمدة طويلة أمر سلبي ينبغي اتخاذ الأسباب في التخلص منها. بس هيك مستمر ترصيد يعني خد درس بقى خد بحدد ما هي احتمال أبد چند سال ياخد بات خيند هر افتر ثانية الدفع بخرابة بيت مروف خوش خلاص كات شوا قلت الحرص على مشاهدة الناس وتسعى كخلقي وقت تخد بتخيني، والحديث أحيانا ارتجالا ولو رأيت صعوبة في البداية. هنا جاء حديث يعني ارتجالا بورقة متباخ وصحك خلقي تماما دست بيكي اكا خود صعوبة وزحمة تداهي بدشي أو نبشكلة وأخطاء وترددا، فاستمرارك على عدم الخروج عما في الورقة وعدم النظر للجمهور بجرأة يفقد السامعين الحماس لكلامك ويجعلك تستمر على الخوف والوأجل من المنبر. وتشبت نجا أخطاء جتو بكاي أخونات عند جنائت تدا متردد بي أبا همينش مشكلانه والدست بكي همي خطيب تقريبا توصانه بس اگر بس جابت الورقه بيت و توی بوانات خيني خو يكي ذوق خود بنابيت او حماس و شوقات خود بدانينه تماما بجالوا هنده جا يعني يا جانا که مرفا دف خوب بنویسید و همیش برکت و ورقه خوب کرد بریگا خدا بلا افتبیتن تماما و کی ته همیش برکر بید موقع شولا مروی خطبه معنی به طلاب خو حاضر کی نه بس جاب مروی الورقه بيت ابا كماسيه. وقد صرح لي بعض الخطباء الذين لهم سنوات في الخطابة ولكنهم لا يخرجون عما في الورقة ولا ينظرون للجمهور بأنهم يجدون الخوف والقلق عند كل خطبة. ودابا هندك شوانا چند سال خطبات خينه اوانا بحث خود كر ودي بعد چونكو ساعه كتا ورقه و ناس كتا خلقي وي خلق الورا حاضر بوي هر طرس وقلق يلدفحي بل ويقولون إنني في كل خطبة كأنني لأول مرة أخطب من الهم والوجل. يعني بچند سالات خيني قلت چند بتاروش خطباش ما أبا أول جارة دي خطبة خيني بجارة طرسه وقلق أبو مشبي. يدوي شرب بعض الأشربة المهدئة قبل الخطبة كالنعناع ونحوه فله أثر في تسكين القلق والخوف. وشو جانب حسي تماما يعني جانب معنوي صح كخلقي همية يعني نفس خدا ده مهدئ بوتا چبيتن و جانب حسي هكذا تشتاقي تو بخوي كبوتا بتا مهدئ تأثير التنكت أيو باشا يكيد بيش تاقي ايك أبا نعناع ينش نعناع بخوتن بتا مهدئ بو نفس مروفي أباش يا باشا جانب حسي يا جيم توطين النفس على السماع النقدي والفرح بذلك ليكون سلما للتقدم والإبداع وعدم الخوف من الخطأ. نفس خوشي فير كهنده كون نقد ورخنا دل سر تهبن وكي تخد بيت خيني أبا تشتكي عادية بالعكس بيت كيف مروفي بيت چونكو اكر أول جارة دست بخطبات كي وبخيني يعني شو بعض خلقي بكي هكا كس نقداتا نكت يو خلطه چونكو مدام دست بكي أفتو هندك خلطي أو كي تردد ديك هفته هندك غافنيتا درس ناين وكي تن بوتا أخطاء تدبشن بكيفاتا ببيت چونكو أف خلطي يعني الدف خراكم ياجي طريقة قاباش هاي اكر اکی تو خود بيت خو وعظت خو تسجيل كي تبخو جوه خوب ده يعني ساكي كاف اسلوب اسبت بيشم يبشوقه آنه اسلوبك علمية آنه اسلوبك دبكر خلقيت آنه تبخو جوه خوب ده وتبخو ده شرح نفسر خو جري. فالذي يستمر معه الخوف والقلق قد يكون من أعظم أسبابه خشية وقوعه في الخطأ ونفرته من النقد. فتليا وانا قلت أبيت قلق وخوف من الجل شهند طرسنا بخلط بن يانجي باقي خلقي رخنا كلمة قلت متش مشكلة خلبة بلا خلق رخنا جلتا بقلت خود تمروفي ما خود تنام ملائكتي ونا پیغمبرك وحي بوتاتر
يدل الحضور مبكرا، فلا شك أن الخطيب الذي يأتي مسرعا ليتدارك الوقت سيثور نفسه ويضطرب فؤاده وينتابه قلق وحرج يدوم حتى أثناء الخطبة. أبي خطيب بيت في زيكا بتشتا خطبة زيكا المزكفتي حاضر بيتن، يعني 10 دقيقة بموين وشنيكا بكاتا غار وبصاره تمام. اما ابخو بيت خطبه داد نفسيا نه مرتاح بيت جبي تاثير اللي كدن تش خطبه چي چنا كد بس اگه بنفس ساعت 40 دقيقه بر انجل بره حاضر بيت احتمالات مراجعه بقرانه كتاود السر نبج خيني مراجعه ويتشتي كتاب بي حاضر كري دبوي بتا تشتكي سهل. نقطه نهي زمن التحضير للخطبه يختلف حسب ثقافه وعلميه خطيبي وعلى حسب الماده التي سألقيها، فلا تخلو المادة من نوعين. أي خطبة حاضرت كاد دفع علمي تجاشنا في ثقافة وهي يعني دستورية وزحمة بديان جاب صناعي بيت وهذا جد في مادة مينيت وي علمي مينيت تنايت تدبو خلقي بيجي. أوجد بنا دو مسألة دو نوع، يا أن تكون علمية كمسائل الفقه أو العقدية وتأصيلها، فهذا يجب أن تعطى زمنا يليق بمقامها ولا ينبغي الاستهانة بها وتحضيرها قبل الخطبة بساعات قليلة. كمثلا ناش أو تشتي تود بيشي تشتكي علمية بدو بتر خمسة بخوي، يعني تبيه هداك مسألة فقهي بو خلقي سر من باري بيشي سينت هندا نوعانه هندا كفارة داي فلان كسي واگر لغو اليمين بيت واگر مجد دل خدا قول بيت الفيتو خمسة بخوي چونكو غالبا واجي مسائل فقهي تو سر من باري بيشي بشتي انجي خلق دين بسيارا كن اگه خود بری پسیارا نکن جی پسیارا رقم دکن بشینگ تلفنات کن جاگر تلو او ماده حاضر نکر بیتن توش در حق ندار کبی و پشتینگ خلقی زانی ولی تا جانگو داخت پسیارا شرکن تا چه نکر هذا بده سبب کو نفره بوانا چه بیتن. یعنی که مسئله که عقدیه یا عقیده ادله قوی سر جمع که او بیشه و برینگ خوب بو حاضر که نب چند ساعته کی آنجی ساعتونی و 2 ساعت بری خود بشینی گات حاضر کی یا نه ما کن یا خود بنا یا دوه وضعیت و اجتماعیت و نحوها فهذا لا بأس بتحضيرها ولو يوم الجمعة. عندك مودشيه هي مختار رجع خطبه تبيجي وعظها ما نصيحات دل خلقي كي بحث الزهد كي والتقوى والصحبه الثانيه اما مشكلين كي خود بس بدا خطبه جي حاضر كي بس ابد اسند قال هندما بروجاس بيدا خطبه اكل جمع كتن افسح بتنينا دفع شاليني بتباري ان جابتنا شبك روشا قلت مين يبي بعد شما ده بيشم شو جمع كم اسر الله فخكم كي وجمع كي. ونصيحتي للمستجد في الخطابه ممن لم يملك الخبره الكافيه والعمليه الناضجه ان يستفيد في البدايه من خطب من سبقه. وتعود اسبك خطبات خينه نصيحتهم اللي ابا قلت او فايده بخو شد باري خبكتن ويكون الذي يستفيد منه تتصف خطبه بثلاث صفات. بس تو قدريا خطبتي كي بخو فايده شبيني متى صفات ثانيه الدافوي خطيبها بنته فايده شبيني. يجب ان تكون قصيره حتى لا يشق عليها القاؤها. يعني فيت خطبتي ابن او خطبت كرت ناچ بتو قدريا خطيبه كي بكيد بيجي بخو فايده شبيني خطبتي 5 دقيقه نه اوا اش قصايا بوش حتى سر مروفيا بزحمت نبيت تحاضر كي وبيشي. يجب ان تكون سليمه نحويا وعلميا. شنو ناحيه علمي وش ناحيه قواعد ونحو وصرف و يستلم بيتن اخطاءات دونكت بمعنى نوع علم يشدفها بيت. يجب ان تكون بعيده عن التكلف لفظا ومضمونا بتشاخفند غريب ولفظ بزحمت تدونبن. ولا باس مع مرور الايام ان يعدل او يزيد ما يراه مناسبا. ومشكلة يعني تاخذ باي جوه خدات عندك تشتري جامعة كي أنت تشتغل سر زيادة كي عندك تشتغل بنية خارة أو إشكال داينة. ثم يحاول بعد ذلك أن يكتب الخطبة بنفسه مستفيدا ممن سبقه. بيشتغل محاولة بكي تبخو خطبة بنفسي فايدة إجباري خوكي. نقطة ده تجنب الألفاظ التي فيها أوامر للسامعين دون المتحدث. وان لفظ نبيشي أبيتو أمر الخلقيت كي ونهي الخلقيت كي. بيتو بحث خوش الباراب كي بونمونا. مثل افعلوا او لا تفعلوا بجا خلقي هو كان هاني فلان تشتي نكن ان هو كان هاني مرضان فلان تشب سريتات ان هكا بدل بتبيشي لنفعل ولنترك بلو بيش دام هو كاين هاني دام فلان تشتي هاني بيلين يعني هو خوش بدات قال وانا
بس يلي خلق حش يعني أوامر ونواهي ناكت ونحو ذلك. فهذه الصيغة تشعر السامعين بتواضعك وبحبك الخير لهم كما تحبه لنفسك. أبا تواضع مروفي بو خلقش ديارت بيت، يعني اگر تو امر الوان بك هر وقت تو بشه از بری مش وا گناه و خلطی تنوی هینت کن یعنی خوش بدن پاش نه. و دزانشی مقصدات حشکرنا خیره ابوانا و انا لست فوقهم لا دينا ولا خلقا، نه تو سلوانا دین نش نحو دینی و نش اخلاقی و نه. یا یازده لا تقلد خطيبا معينا في اسلوبه او مادته، الشعر بتقليد چه خطيبانه کی اول جریمه ایک تقلید خطیبه کی بکد ایک دشت اسلوبك هو صابيش خلقي بكيش تاخد تو بين نفسي تقليداوي بكاي دخلكش طرافت فقد يناسبه ما لا يناسبك بيا مناسبه بكرت بس كرتنوه تو تقليداوي بكاي والتقليد يفسد ابداعك ومواهبك. اگر تو تقليد بي تو تقليد غير خوب كيش خطيبه دولت كردن تو نشي ابداع بكاي تو نشي تشتني بشي اما تقول خداي تشي كوديات تشد نفسي بي طريقه بشي. فاكتب حسب ما أعطاك ربك من قدرات ومواهب وعلم، حسب قدرات رب العالمين دانيته الشيان كم دانيته هنده بيشه. أما بالنسبة للمستجد على الخطابة فلا بأس أن يستفيد من غير أسلوبا ومادة. أما أوش نيكا دست بيك بيت مشكلة نكر يعني نحيا أسلوبي ماديش ببغو فايدهش غير خب بينيتن، ولكن يبقى لا يكون نسخة منه بس نا نسخة بتشوي هنده اللفظة قوتي تجي بيشي بلفظة وكلمة فلان طريقة قلتش بفلان طريقة بيجي بس نتو نفسي هم نسخة بيجي بلا يجعله عون له على الرقي بنفسه. يا واصلة لا تحزن لقلة الحضور عندك ولا تفرح بكثرتهم. عاجزنا بقول هكا كماك حاضر بون وكيف تجنيت هكا جالك حاضر بون. بطريقة خالكي قبل خطبة حاضر بن حس كان تو بحث الدنيا يبوانا بكي يعني كرت حس كان تو بافش حكمته تماما فتريا وانا قبل برد حاضر بن وتصعد كأنه كيش هم يو بتطابط حكمته بحث الراتبات وانا كه بس حشوت كان بيش بس فلان مالا حقيقة بيشيت يبقى دي وده الدين تاعوتي الدين بيجي وصا كه وده سنجت وصا جري لا چونكو تصعد كه متعلقة بدنيا ويدي متعلقة بدنياوي فوقت تو بحث الدنياوي كه بوي خوشه بتريا خلقي حشو مروفة وصات كده بس ناتشي بمروف دي في هواي خلقي بيت اگر دي في هواي خلقي بي دي أخطاءك. واعلم أن النفس تراقب في كثرة المستمعين والحاضرين وخاصة من أقاربك وأصدقائك. نفس حسكة وقت يعني خطيب نفس مروفي هم يوصى وقت تو تشاكي بيش تحسكة جالك حاضر بن خاصة بحسكة مروفي تيت نيزيك هوالتا حاضر بن چه بيشي قلتي وربما استرت عن حضورهم سياري كتبوش حاضر نبوي أو عاتبت ولو بقلبك يعني تو عتاب اللي بكي هيك خود سربنا بخود دل دات تبقى عاجز بيه على عدم حضور أحدهم فجاهد نفسك على التخلص من هذا الداء. كنت مجاهدة قال نفسه خوب كان في دار دهاني نصاخيا هنا فعدم حضوره عندك لا يعني بأنك ضعيف وكل دفتح حاضر نبيت خد بنا مقصد أبتو الضعيفي يوتنا لو تبيشي أنش نحيا علمي بتو نية قوينا بل لأنه يجد الراحة والفائدة عند الخطيب الآخر. يعني صحيح تو يصير أكيد تبكيرتي بس جيب نفسه بتدف أكيد مرتاحة وماذا مقصد جاء كو فايدة بجهة خلقي بجو تشاز بجاهين مشي كدي بجاهين خطيبة كدي بجاهين ما شو مشكلة مقصد جاء فايدة بجهة خلقي أو يقول به من بيته أو لأسباب أخرى أنشين فيك مالوية أنشين ذاك أسباب ديتين. نقطة سي يوسف عليك بالاهتمام بالخطبة تحضيرا واستعدادا واحذر من أن تداوم على عقد خطاب غيرك فقد يرخص لك في البداية لكن لا عذر لك بعد كثرة الميراث والخبرة والتجربة. اهتمام بدأت تبخو خطبة حاضر كي دست بك شد بيتن تو فايدش غير خو بكي خطبة بي حاضر كي بس يعني نابت مسوق بمروفي كما همي قابت وصابينا دست بك تواكي بس بشتينجي بتبخو حاضر كي. والتحذير الجيد من ألذ الأمور عند الخطباء بل إنهم يتشوقون ليوم الجمعة لطرح ما كتبوا وتعبوا عليه. وقت خطيب خطبه حاضرت كات وزايت مادة كي باش جمع كري جلا يمشوقة بتروش خطبه دو بيشيد چونكو زايت خطبه تعبان دي وهكا بيشيد دلو بيشيد.
أما المداومة على عدم التحضير والاكتفاء بخطب الآخرين ففيه سلبيات كثيرة. أما تحاضرنا كي تخطب غير خطبيني وانا بشي هندك تستخرابت ده شوانا أنه تسبب ضعف الهمة وخور العزيمة ومهانة النفس حيث تكتفي بتقليد الآخرين وتدفن ببضاعاتك وتقتل مواهبك. همة الدف مروفي ضعيف بيت وعزيمة مروفي من جدية مروفي ده اتخاره ودايلة جسر نفس مروفي ضعيفة چونكو دائما مروفي ضعيف تقليده قويت كد. اگر مروف نشونا بيجي طبخو خطبه حاضرت كد چي خطبه که دیتینی حاضر که ادبشي اما دايلة سر مروفي ضعيفة. يدوي أنها تفقدك الحماس والنشاط واللذة فتصبح كأنها هم تريد إزاحته عنك ويؤثر هذا على أسلوبك وقبول الناس لك. اگر اكتفاء بخطبة غير خوب كيد بدا سبب و حماس والنشاط الدفته كين بيتن تخوشي شينا بي دولا يتنمار وكي واجب اگر سر خوراكي و هر بو مالاخو إنا أبا خلطه. أن الكثير من الناس يحسون بأن الخطيب لم يحضر الخطبة بنفسه وإنما نقلها عن غيره وذلك لاختلاف أسلوب ومادة الخطبة عن أسلوبه ومستواه فلا تكون للخطب قبول واهتمام عندهم. بطريقة خلقي اگر او خطبه من الباري هنگن خطيبه كي قودي تو بي نفسي بيشي همي دزان تاش فلان كسي قرتي راسا بشت هنگه اونا ثقة قلب تنويت شكو دزان تحاضر نكريا. لا چاره أنك لن تنتفع منها فالعمل الذي لا يجتهد فيه صاحبه تحضيرا وإعدادا سرعان ما ينسى وتلاشى وتبخوشي فايده شينا بيني چونك اگر تو بيني حاضر وتبيشي درو جابش تنگي دشبير كي فلذلك لن تتقدم ولن يزداد طموحك وتعظم همتك وينتفع من علمك إلا ما شاء الله. يعني تفايده شينا بيني وهمتا بالنابتا وخليشي فايده شينا. ولذلك انظر إلى الخطبة التي حضرتها جيدا تجد أنك لن تنساها أو خطبة لو حاضر كري بشتنجد تشبير ناكي ولو رجعت إليها بعد عشرات السنوات فإنك تعلم ما فيها وكأنك ألقيتها قريبا. أكا بشتي كان صالاجي تولي بصفري نفسي خطبة مقردي تول جاكي بيشي دبي هر وقت دهيتا قوتي چونك تو حاضر كري. أما الخطب التي نقلتها عن غيرك فسرعان ما تنساها وجرب ذلك وأبتش غير خو ورقتنو تبيجي وتشبير كي وبجربي نشي. ارجع إلى الخطب التي مضى عليها 4 أو 5 سنوات ستجد نفسك نسيتها أو تكاد ستذكر جزءا يسيرا مما جاء فيها تبني تشبير كرينو إلا جزء كيما بي ولن تنتفع بها أيضا بجمع مادتها لتكون كتابا ينتفع به أو تفتح لك بعض العناوين فكرة لمؤلف ينتفع الناس منه. اگر نو بني تحاضر كرين ولنوعت بشتينج تو بخوب كابون منا كتابك صباحي ومن خود بتعني همي ولدف خود جمع كي وبتا كتابك نيلة باسلوب خطبة اما او مادته دا يعني مقدمه وخاتمة دوما يشفك اما كتا چتش جمع كي تشب كي كتاب لقالك فائدة بيت. وكم كتاب انتفع الناس منه كان سببه خطبة ألقاها صاحبها. چند تشبوين كتاب خلقي فايدهش ديتيا سببه خطبه بون. يعني كتابك فقهية خدا نوید چونکو اف کتاب اف فقه يعني سر من بره بودي بس نگاه كريا كتاب هم با كتابك فقهي. يعني چي سيره. اگه سيره ابو اسلامي تمام نو كتابای سبل السلامه. سيره پیامبر علیه الصلاه و السلام همي سر من بره بودي و پشت اینگی یا کلیا خطبه کلیا کتاب خطبه با کلیا کتاب با کتاب گسیره سبب که گره جان برکتیه گویی. فكثير من الكتب والمؤلفات إنما هي خطبة أعدها إعدادا جيدا فلاقت قبولا واستحسانا فجعله مؤلفا ينتفع منه الكثير من الناس. يا شارع حضر الخطبة وكأنك ستخرجها في كتاب فخرج الأحاديث وبين درجة صحتها بالاستعانة بكلام بعض المحدثين ووثق مراجع المصادر التي رجعت إليها واهتم بها نحويا وإملائيا ولغويا. وجدت حديث أجل داخل نفسي وصابن في السهل وكي تخريج حديثة كي ساكي اف حديثة انيا صحيحة انيا ضعيفة وشناحيا لغويفة ساكي كده بلفظ چاو درس بشي اگر تو بشي دخلت بيد آن نه ابگر تدقیق تدا بکن چون گوگر اگر حدیثتين خلقی گوهل نبوینه وكي تو تي
بيشي بيشتين جتين دي بيش نتاف حيث هاني كود كيري ده هاد يابو ما بيشا اگر ديف ناچو بيدا موسع كيري انترنتي و ايناي وصدق مشهور هيش امام احمد وكي قدي قسمان دقيقي كيري شو هدف نون بيجاكي نون شتكر تماما قلت همي قوة استغفارت كيشان قلت امام احمدي قلت چه هيا تو خود ندوات تو هند استغفار کشی؟ گفت بس تشتگی ما گفت چه؟ گفت بس من مقصد مراتب امام احمدی بینم. گفت ما با امام احمدی دفته استغفار و ابا بوده پیوهاد. حدیث دراوه. چندش وگوه لبوینا خطیبا گوتینا قصه دراوه. تمامه؟ قصه دادی امام مالک و کی گوتی جنگاک المدینه مر و جنگاک گادی داره سریع شد. ودي داسي خل عوراته ودا وقلت تقلى فوحي الشاكي يقول داسي ما بلا شفا تماما قلت علماء بخلاف شون چلب كان عندك قلت داسي ببرين عندك قلت نا يدي دلا شبا كي قلت حتى امام مالك يناي قلت ابا خيره قلت حول مساله فانا داسي ما بلا شبا نبي امام مالك قلت تا چه قلت حول مساله منه هو قلت فوحي الشاكي قلت حشتي جال دالي بدن چه بيت شو حد فريا ويا حاجة جداري ده دست شبابو حديث دراوة وتجي خطيب وقوتي اقتصادي توصل الدراو تبو خالكي بيجي أبا جريمة أو قصاته بس انترنت دوت هين كتابه جدانينا ما عندك وجدان خود شاكرين شيخ مشهوري كتابك هاي قصص لا تثبت أو قصاتي ثابت نبوين تماما قصاتك قد يا عمر كوري خطابي قلت السر من بارك قلت خالكين بت إطاعة مصنيب كانوا نظر شواو قلت لك الصحابة قلت لهم إطاعتنا كين شبارشة قلت بوش عارش ما قطعة قماش البار دول بارتهين تبيش قلت كريخو ابن عمر عبد الله قلت لك هاي منافق عاديش قماشي يتأتى دائما قلت بله قلت هاي يوبي دائما يعني ناكم تشتكي سدا قلت هاشيني قداري دقان قصتك دربه چند خطيبه قلت يا جالكو تمام يعني هكا خود دراو نبيشي سندوه يعني يا معضل يعني شيء ضعيف جدا اف قصة ثانية تأكيد لنا كي بدا جه فتنة وچند شوانا كريا دليل كتو قهداريا مصرانا كي حتى ماليبي وملكي ونظا تشتدي وكيتا نبيت يفد دراو آخر قصة سلفونين بالعكس عندك تش سلفويت كينو كتبو خلقي بيش دفونا غريبة يعني معاوية حرس بخدانا بونا بدر جهده همي خلق كنوكو بيناشور همي نتأمينا بمعنى شو مشكلات داينا كي محتاج بو يكبو حرس بدون دبر درجه والحاصل يعني وقت تو تشتكي بو خلق بيش التأكيد اللي بكا كيا صحيحة يا ضعيفة كبريتا قوتيا أنا يا بازي اهتم بعلامات الوقف والترقيم من الفواصل ونحوها واجعل لك علامات خاصة تقف عندها مراعاة لنفسك حتى لا تحرج بكثرة الوقوف عند أماكن غير مناسبة. علامات الوقف بضانة تأخذ بحذرت كي أبا علامات الوقف الفيري راسي الفيري جملة دبدومية الفيري استفهامة الفيري تعجبة إلى آخره. أبا جالك مهمة. بوشي حتى أكيد تبيشي نفسته بونو من الطانك نبيتو هم يبدأ ديفيك ينجب ظاهر در كيري راسي الكيري تعجبة إلى آخره. مثال ذلك هكذا بونو من السر من باري تبيشي عالي الهمة يرى منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم. توصف همي السر من باري بيش احتمال بهنا تقطعين بيت. تماما. ودي هذه الجملة قد تكون طويلة على بعض الخطباء فأصعب عليه نطقها كلها بنفس واحد. وتشري بيت أول سر خطيبك وبزحمات بيت همي بأيك نفس بيشي. فالأولى له أن يضع فاصلة ولو بخط يده على مكان يقف فيه مراعاة لنفسه. فاصلة كبداني تنك هذا الكيل الراسم وبشتنجي تمام كم. فيفعل هكذا عالي الهمة يرى منطلقا بثقة وقوة وإقدام تراثي وباشي نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم. سأكيد تشاف جملة أنا أدريش كلا دو مقطع توشياي وجي خلاص كده. يا شخص نوع طرح الموضوعات ولا تقتصر على نمط واحد كأن تكون خطابك عن أحوال القلوب أو عن أمور الأمة العامة أو نحو ذلك بل كن كثير التنويع لتبعث في نفوس الناس الشوق إلى خطابك. أما موضوعات ملوفة بيجي بيت متنوع بن
جاي كده بحث الزهد وتقوى كر بحث أعمال القلوب كر جاي كده بحث أحكام فقيه كأبو خلكي جاي كده بحث أخطاء توانو بك جاي كده بحث مسألة عقيدة بك بس هكر هم أعمال القلوب بن خلق ديش خد بتاع تربية دينويت يا هفده أولى الناس باكتساب مهارات وفنون الإلقاء الخطيب حيث إن الخطيب يحتاج إلى اقتناع الناس وشد انتباههم كي يستمعوا ويتقبلوا ما يقوله لهم. ليش هم يعني محتاج ترك وخطيب بكا تنشدشتا يعني أو محتاج زاني تندي تشوا بيجي تشوا طرح كاد إلقاء دي تشوا دست بكا تشوا تشتت موضوعي دا تشوا بدموي كينيت أبا جالك مهمة دخلك قناعات بهابتا وارجرين. والخطيب صاحب الأسلوب القوي والإلقاء البديع ينتفع به الناس غالبا أكثر ممن لا يتميز بذلك ولو كان أكثر علما وأعلى منصبا. يعني أبي أفسر بها أنها بتخليك بتر حاجة كان كوي كذي أجد شان يبقى علمي بس نظنت بيشي. فينبغي أن يحضر دورات في فن الإلقاء أو يقرأ الكتب المعنية بذلك أو الاستماع إلى مثل هذه البرامج الهادفة النافعة. ويباش هكا أول عندك دورة حاضربنكو بحث فن خطابه بكذا شو خطابه بيجي دي شو بو خلكي طرح كي شو شت موضوعي دانش أوان كتاب دانش واترش يعني خود بتاعنا ترجيل كنش عالم بتمازن أبدا جالك وباش بيت بتريا عالم بتمازن خود بتوانا ندخوشن تماما بتريا عالم تقول خود ده خود بصالح فوزاني بخود تو أدنى متحجج جنابيني عالمت قوي خب ده خطبة ابن عثيمين تو متعي جنابيني بس قوي خب ده ايكي شوانا جلع علم شناح علم فاكيمتر يسعى كيب اسلوبك يطاخ وفيتن وشعر تكرين البر بحماس خد بيبون يدو خوشترن بلا يدي عالم شي بيد يبقى ما خطبة چناك ما چليبك تمام يعني وقتش غريب نبينا اما الباني خطبة نتخاندن اصلا چه جا خطبة نخاندين الباني الشيخ مشهوري شهر طلبي خطبة ناخيني هذه خده بوتشتاقي داي عليكم السلام. يا هجده لا ينبغي الالتزام بصيغة معينة إلا ما ثبت بالسنة الصحيحة ومع ذلك فالسنة ترك السنة أحيانا صيغتك معين جورك معين بجای مقدمه بيت يا دعاء بيت يا خاتمه بيت كاي چه بيت همي قابلنا انك ایک چون بخار کی مال هنده جو چه بیتن الا اگر سنت دهات بیتن او چنه و یا باش هنده جو تو بيشي نبيشي يعني بیا مقدمه قديم جاينا الحمد لله نحمده ونستعينه إلى خطبة الحاجة أحاديث صحيحة بهاتي أبا يبركته يملازم بس نجاجته بدل كي يباشا لئلا يعتقد الناس وجوبها فكيف بالتزام ما لم يثبت شرعا حتى خلقنا بشن كو واجبه إلا تو بيشي جپا چابی تکرم مقدمتی که هر ایک به نوعی سنت دادین و همی که باید بشید أبا نباشه أبا 18 نقطه بون بویه بتا خطیب بو خلکی خود باب خیلیتیان شو عضال خلکی بکد نقطه دیشی دفخو منیاسی داکریان وصله اهتمام و عنایت قلب ده تسرو بری خو جلکی خو تمامه او گلاوه و قولانی واتش تهنه فت خطیب واتش تاب کد يعني اسلوبه که حساب چه تاثیر میبره سرو بری يبشوق بيت نه چیت يعني قمیصی کفنه تمام يسار شلواله کی نیکریه قمیصی کف مثلا شلواله نیتوب که جرا کی بشن تو زینل چله کریه زینل چله که مطلب چا بیتن یان دست اگه جلکای هی کفن خوی که نیچه کم تمام اهتمام اوید مروف ده تسرو بری خو خاص خطیب يعني جلکای که حساب که یه نی بید بس که خطبا بید بلا 3-4 دست جلکای تعبن بو خطبا و تقال هندیشی يعني الحمدلله رب العالمين خير وبركة داين آوا مشه بینشا به آن خطبه هر روز سر خوبه شو اهتمام در نظافت و سر و بری خو و قولانی الگلاف الخوبه که يعني خلق يبشوق بو هنده چه تو بیشتر خرگی بونمونه و وقت منو بحث آداب خطبت کرد منو سر خوب شد تو سیواک استعمال کردن و گلاب استعمال کردن زاد سر ملت کسرانه وقتش تن که مسئله دف خطیبی هبن ابد جریمه جاره کم چون دوره که هر بحث هنده که کده خطیب چه خطبه خینیتن اگش عربی لاد و بحث هنده کرد دی خطیب اگه المنطقه ما هی قلت
قلت أبا جه خطيبي وقت خود بخلاص كانت الورد درين تأخر تمام قلت هندك جحيلهم بتشيتين قلت هم شيء بعد بجن السلام عليكم وتشن گوجاره که ایشی بوش نشنه دستی بیم نزار چوای ما خطیب ما هر ندستی خیره چی ولا شن خودم نشنی زی به هدیه بهنت پیشتن چه دعوه مروف و خوب کتن که سر خوبش و جلگت پاکش که با خو گلاب خوبه که و هر ابو خلکی باخوه اول دگلک یو فایده در بیت ان شاء الله دعاش رب العالمین کین عبادت برزق ما بکت بناش مدير كت آمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.